يهديكم ويهدي كل الناس. النهارده مجموعتنا زي ما انتم عارفين كانت نيجيريا والجزائر ومصر وزامبيا. مصر تعادلت بعد ما كانت متقدمه على الجزائر 1-0، ثم لعبت نيجيريا بعد ما كانت خسرانه الشوط الاولاني 2-0، بقت 2-2 في 10 دقائق في بدايه الشوط الثاني، وكان ممكن جدا نكسب نيجيريا. وفي المباراه الحاسمه واللي من خلالها نستطيع ان احنا نصل للدور قبل النهائي ونبقى اول مجموعه لو كسبنا 1-0 خسرنا من زامبيا. النهارده الفرقتين في مجموعتنا مالي سوري مش زامبيا. النهارده فرقتين من مجموعتنا وصلوا لريو دي جانيرو، وصلوا للاولمبياد، وصلوا للمباراه النهائيه لبطوله افريقيا. بدايه ماتش الجزائر خلص 2-0 يا جماعه، كنت سايبهم 2-0، اكدوا لي بس النتيجه. ونيجيريا كسبت في المباراه الاولى السنغال صاحبه الارض والجمهور 1-0 بضربه جزاء، وكان في الشوط الاول السنغال ضيعت ضربه جزاء. ده بيدل ان احنا الفرقتين ادي نيجيريا والسنغال يا جماعه، ودي تم احتساب ضربه جزاء ل بصوا يعني مش عارف ممكن تتحسب او ما تتحسبش، ولكن في النهايه طبعا تم احتسابها. الحكم حسبها ضربه جزاء. طبعا ممكن الحاجات دي بتتحسب ما يكون في جمهور وصاحب الارض. دي ضربه جزاء لنيجيريا، ده اللي تم الاحراز منها الهدف الوحيد للمنتخب النيجيري على المنتخب السنغالي اللي كان ضيع ضربه جزاء في بدايه الشوط. دي ضربه الجزاء اللي تم احتسابها وتم صدها. طبعا اللعيبه النيجيري هيروحوا يبوسوا حارس المرمى. واللي يضايقك بقى في الموضوع ان فريق نيجيريا ده احنا في الشوط الثاني قطعناه في الكوره. يعني الفريق اللي وصل ده احنا في الشوط الثاني قطعناه في الكوره. اكدوا لي يا جماعه الماتش الجزائر 2-0 خلص. عايز اقول بس مبروك للجزائر عشان اتاكد الكوره ما فيهاش كبير، انا كنت سايبهم اخر 10 دقائق والنتيجه 2-0 للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري انتوا ما حدش بيرد عليا ليه؟ اتاكدوا لي طيب. عايز اقول بس ان المنتخب الجزائري بوصوله للمباراه النهائيه بيصل الى اولمبياد ريو دي جانيرو من سنه 1980، يعني من 36 سنه مفيش اي منتخب اولمبي وصل. يمكن احنا كمان وصلنا 84 على حساب المنتخب الجزائري بهدف للكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر ونادي المقاولين العرب، وقبليها نادي الشمس. خلص 2-0. بنحب نقول مبروك للمنتخب الجزائري وكل الشعب الجزائري اللي بيتفرج عليا، ألف مليون مبروك. انتصار جديد للكرة الجزائرية من تقدم لتقدم، إحقاقا للحق شئنا أم أبينا. الإدارة عندهم محمد روراوة بيشتغل عشان بلده، بيشتغل لصالح بلده، بيجيب مدربين مميزين، بيكون في ظهر بلده سواء في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي، وبلده مع محمد روراوة من تقدم لتقدم. من كاس العالم 2010 لكاس العالم 2014 لأولمبياد 2016 لتصدر البلاد الأفريقية من حيث الترتيب على مستوى أفريقيا، تصدر من حيث الترتيب على مستوى العالم. المنتخب الجزائري عندنا لعيبه بقوا من اشهر لعيبه على مستوى العالم. رياض محرز اللي امه مغربيه وابوه جزائري، اللي احد هدافي الدوري الانجليزي. بنتكلم على ياسين ابراهيمي المرشح من ضمن المرشحين اللي ياخد افضل لاعب في القاره الافريقيه. بنتكلم على اسلام سليماني في سبورتنج لشبونه بعد ما راح رامي ربيعه ما عرفش يلعب حتى في الفريق الثاني، بعد ما راح شيكابالا وهرب وما عرفش يلعب خالص ولا دقيقتين ثلاثه. اسلام سليماني هو هداف فريق سبورتنج لشبونه، احد الفرق الكبيره في البرتغال. في لعيبه كتير جدا جدا متالقه، عندهم لعيب بيلعب ابو طالب بيلعب في توتنهام، عندهم لعيبه مميزه جدا جدا جدا. المنتخب الجزائري أصبح في مصاف الفرق الكبيرة على مستوى العالم. تعالوا نشوف أهداف المنتخب الجزائري ونقول لهم ألف مليون مبروك. ده الهدف الأولاني، هيطفش الكورة، بصوا هيطفشها تروح لواحد انفراد، الحارس طالع. طبعا هناك كان مغطي، الحارس طالع حطها بكل سهولة.
طبعا راس حربة المنتخب الجزائري. فرحة الجمهور الجزائري بالهدف، وده الهدف الثاني، شوطة من بره ال 18 زي ما انتم شايفين. طبعا بيحرز الهدف الثاني، وده احنا لو كنا كسبنا 1-0 كنا هنلاعب فريق جنوب افريقي، فريق مش قوي، مش مميز. المنتخب الجزائري يا جماعه لعب بسيستم وبطريقه لعب انه بيقفل الملعب وبيلعب على الهجمه المرتده. مدربهم 10/10، مدربهم السويسري اللي انتم شايفينه على الشاشه ده 10/10، قدر انه يواصل. وعلى فكره المدرب السويسري ده قالوا له ان جاركوف او المدير الفني للمنتخب الجزائري الاول جاي يتفرج ويقعد معاك في الاوتيل وجاي يتفرج على منتخب الجزائر. فالمنتخب السويسري ده، المدرب السويسري ده قال لهم طبعا المدير الفني لازم يجي. وعلى فكره حضر اكثر من مباراه لمنتخب الجزائر الاولمبي عشان بيتفرج على اللعيبه اللي كلهم لعيبه محليين، ومفيش ولا واحد من منتخب الجزائر بيلعب في منتخب الجزائر الكبير عكسنا. حاولوا نفتح التليفونات، ولكن في المقابل تعالوا نشوف المواقع كاتبه ايه. الكابتن حسام البدري يشكو كوبر في تقرير سقوط المنتخب الاولمبي بالسنغال.